السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي مع شرح مادة الحديث. عندنا الحديث الأول بعنوان سعة فضل الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. التعريف براوي الحديث هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري، وهو شهرته وكنيته أبو سعيد الخدري. شهد الخندق وبيعة الرضوان، له 1170 حديث، توفي عام 63 هجريا. معاني المفردات: فحسن إسلامه معناها أو إسلامها بأن دخل فيه بباطنه وظاهره واعتقده اعتقادا خالصا من الشوائب. حسن إسلامه يعني نطق بالشهادتين وطبق الأعمال الظاهرة والباطنة. يكفر أي التكفير هو التغطية والستر، ويصح هنا أن يكون بمعنى إزالة الكفر والمعاصي. وقيل إماطة المستحق بالعقاب بثواب زائد، يعني الله سبحانه وتعالى بعدما يتوب الإنسان بدل من أن كان يستحق العذاب والعقاب استحق الثواب. معنى زلفها يعني بتخفيف اللام المفتوحة، وفي رواية بتشديدها زلفها، في رواية أزلفها يعني قدمها وأسلفها. وكان بعد ذلك أي بعد حسن إسلامه القصاص يعني كتابة المجازات في الدنيا. يعني كيف يكتب الله عز وجل المجازاة؟ قال: الحسنة ب10، يعني تكتب وتثبت ب10 حسنات. الضعف قال بكسر الضاد، المثل إلى ما زاد يقال له ضعفه، يريدون مثليه، و3 أمثاله لأنه زيادة غير مخصوصة. والسيئة بمثلها يعني بغير زيادة، إلا أن يتجاوز الله عنها يعني عن السيئة فيعفو عنها. المباحث العربية يقول في قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة حالية وعبر بالمضارع حكاية عن حال ماضية. قال جملة حالية وعبر بالمضارع حكاية عن حال ماضية. أصلا ده في الماضي أصلا، إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كلمة يكفر بالرفع ويجوز الجزم. يكفر لأن فعل الشرط ماضي وجوابه مضارع يكفر، وهو ضعيف لأن وإن كانت من أدوات الشرط لا تجزم إلا في الشعر. يعني كلمة إذا لا تجزم إلا في الأشعار يعني. طيب، وهنا قال لي لا، هنا مرفوعة وليست مجزومة. القصاص قال بالرفع، اسم كان على أنها ناقصة أو فاعل على أنها تامة، يبقى اسم كان على أن كان هنا ناقصة، أو فاعل هنا على أن كان تامة. وعبر بالماضي وأن كان السياق في المضارع لتحقيق الوقوع، يعني حتما ستقع يعني. الحسن ب10 أمثالها مبتدأ وخبر، والجملة استئنافية يعني تستأنف كلام جديد. قال الشرح والبيان: المقصود بالعبد في الحديث معنى العبد. قال: عبر في الحديث بقوله أسلم العبد، وليس المقصود الاقتصار على العبد فقط، بل تدخل فيه الأمة أيضا. وكلمة العبد هنقول تشمل الرجال والنساء، فليس حسن الإسلام قاصرا على الرجل، بل يشمله ويشمل من المرأة، لأن النساء شقائق الرجال، يسري عليهن ما يسري على الرجال إلا ما خص بحكم شرعي، فالتعبير بالعبد هنا على سبيل التغليب. وبعد كده قال: هل مضاعفة الحسنات تجاوز 700؟
زعم بعض العلماء أخذا بظاهر الحديث إلى 700 ضعف أن التضعيف لا يتجاوز. يبقى القول الأول قال لي إيه؟ التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف. ورد عليه ده كلام القول الثاني بقى بحديث عبد الله بن عباس عند البخاري في كتاب الرقاق كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني مش 700 بس، ده أكثر من 700. وأما قول الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء فليست صريحة، لأنه يحتمل أن يكون المراد أن يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء، يعني معناها الله عز وجل يضاعف الأكثر من 700 دي لمن يشاء لبعض الناس يعني، ويحتمل أن يضاعف 700 بأن يزيد عليها. وفي قوله إلا أن يتجاوز الله عنها دليل لأهل السنة على أن العبد تحت مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقبه. وفيه رد أيضا على من قطع لأهل الكبائر بالنار للمعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج بيقول لك إيه اللي هو مرتكب الكبيرة يعني إيه، والمعتزلة يقولوا بمنزلة بين المنزلتين وفي الآخرة في النار، والخوارج يخرجون على طول من الإسلام. فهنا ربنا بيقول إيه، الرسول بيقول إلا أن يتجاوز الله عنها، يعني ممكن الإنسان اللي فعل كبيرة ممكن ربنا يغفر ليه، ده بالنسبة للذي لم يتب يعني. قال جاء في رواية النساء إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ومقتضاه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة على جهة التقرب إلى الله كصدقة وصلة رحم واعتاق ونحو ثم أسلم وابتعد عن تلك السيئات في حال إسلام ومات على إسلام كتب له ثواب ذلك، وهو ظاهر خلاف لبعض أهل العلم. أما إذا لم يسلم فقيل لا يكتب له ثواب، طبعا ما فيش ثواب لي، بل نفعه قاصر في الدنيا كزيادة مال وولد. يعني الكافر الذي يفعل خيرا في الدنيا هذا يكافئه الله عليه في الدنيا بأن يبارك له في صحته أو في ولده. قال والراجح أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تكتب له أعمال البر في حال كفره فضلا من الله سبحانه وتعالى وكرما ببركة إسلامه. طبعا ما يرشد إليه الحديث حرص النبي على تعليم أمته، دي طبعا بيجيبوها في كل حديث، مضاعفات الثواب لمن حسن إسلامه وراقب ربه. إذا حسن إسلام الكافر تكتب له أعمال البر التي عملها في حال كفره. دليل لأهل السنة على أن العبد تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. بيان سعة فضل الله وعظيم ثوابه ولطيف إنعامه، أن الله تعالى لا يضاعف عقاب السيئات بل جزاء وفاقة، يضاعف الحسنات فقط. الإسلام يهدم ما قبله من المعاصي أو الكبائر. وبعد كده هنخش على الحديث الثاني. الحديث الثاني قال مأمورات ومنهيات. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسية والاستبرق. والحديث هذا متفق عليه. البراء بن عازب بن الحارث ابن عدي أو ابن عدي ابن جشم الأوسي الأنصاري أبو عمارة، نزل الكوفة، له 305 حديث، شهد أحدا والحديبية، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، وهو الذي فتح الري. توفي سنة 72 من الهجرة بالكوفة. معاني المفردات قال ب7 معنى ب7، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 يعني ب7 خصال أو 7 فضائل. أمرنا باتباع الجنائز، المشي مع الجنازة والمراد أعم من المشي وهو الصلاة عليها وتشييع دفنها. وعيادة المريض زيارته، وسميت الزيارة عيادة لأن شأنها العود والتكرار، يفعلها أكثر من مرة. وإجابة الداعي إلى وليمة ونحوها، طبعا إجابة الداعي هنا واجبة إذ لم يكن فيها إثم يعني. ونصر المظلوم، العمل على رفع الظلم عنه، إعادة الحق له بالقول والفعل أيا كان مسلما أو ذميا. وإبرار القسم، بر القسم
بر القسم صدقه وعدم الحنث فيه وإبراره جعله بارا، فالمراد تصديق الحالف في حلفه أو إجابة ما يحلف عليه. يعني حلف عليك والله لا تأكل، خلاص أنت معلش تعالى على نفسك وكل، أو إبرار القسم بأنك تصدقه، يعني الأصل في المؤمن الصدق يعني. وتشميت العاطس قال بالشين المعجمة وروي بالسين تسميت مشتق من الشوامت وهي القوائم، فكأنه دعا له بثباته على طاعة الله، أو المراد بالشوامت من يشمت في الشخص أن يفرح فيه إذا حصل له ما يضره، فيكون دعاء لدفع الشوامت عنهم. فإن العطاس مظنة حصول ضرر من اعوجاج في الفم به، فالتشميت هو ذكر الله تعالى على كل شيء، بأن يقال له إذا حمد الله يرحمك الله، وتشميت العاطس إذا حمد الله تعالى فهو مقترن بحمد الله تعالى. يعني الإنسان بمفهوم الكلام دهوت لا يشمت العاطس إلا إذا قال الحمد لله. عنه ونهانا عن آنية الفضة في الكلام حذف، يعني عن استعمال آنية الفضة. والديباج الثياب المتخذة من الحرير الناعم. أنا ببل صفحة عشان أقلب الصفحة. والقاسية أو القسي بفتح القاف وكسر السين ثياب مضلعة فيها حرير أو كتان مخلوط بحرير. يبقى القسي دي قال ثياب مضلعة فيها حرير أو كتان مخلوط بحرير. وقيل من القز وهو رديء الحرير، يعني أقل شيء من الحرير. والاستبرق ده طبعا من ثياب الجنة وهو غليظ الثياب. متكئين على فرش بطائنها من استبرق اللي هو غليظ الحرير. المباحث العربية قال آنية الفضة بالجر بدل من 7 يعني جزء من 7، أمرنا ب7 جزء منها آنية الفضة. قال بالجر بدل، يبقى فيها إعرابين، إما هي بالجر بدل من 7 أو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي أحدها آنية الفضة، أو بالرفع دي خبر لمبتدأ محذوف أي أحدهما آنية الفضة. المبتدأ المحذوف اللي هو أحدهما. الشرح والبيان قال ما حكم تشييع الجنازة وما موضع المشيع منها. يرى العلماء أن حكم تشييع الجنازة فرض كفاية، وظاهر التعبير في الحديث باتباع الجنائز المشي خلفها، وهو ما فضله الحنفية وفضل الشافعي المشي أمامها لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليشفع لهذا الميت، فقال المشيعون دول شفعاء فيتقدمون. والتحرير والله أعلم أن الإنسان إذا كان ماشيا يمشي أمام الجنازة، وإذا كان راكبا يمشي خلفها. وأما حديث امشوا خلف الجنازة فضعيف، وأجابوا على هذا الحديث بأن الاتباع محمول على الأخذ في طريقها والسعي لأجلها، كما يقال الجيش يتبع السلطان أي يتوخى موافقته وإن تقدم كثيرا منه في المشي والركوب. قال وأما الملكية فلهم في المسألة 3 أقوال: التقدم والتأخر، تقدم الماشي وتأخر الراكب، وأما النساء فيتأخرن بلا خلاف لضعفهن وصيانة لهن. حكم عيادة المريض. يبقى الملكية بيقول لك التقدم والتأخر والتقدم، يعني في ناس قالت التقدم وفي ناس قالت التأخر، وفي قول ثالث بيقول لك الماشي يتقدم والراكب يتأخر، وأما النساء فيتأخرن، ده معروف. حكم عيادة المريض قال يحث الحديث على عيادة المريض وهي فضيلة له ثواب عظيم، فإن لم يكن له من يتعاهده لزم تعهده. جاء في صحيح مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال الخرفة هي البستان، والمعنى أن العائد للمريض يستوجب الجنة وبساتينها.
وفي صحيح البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أعتقه، الذي أنقذه من النار. وطبعا بالمناسبة نبين على أن القصة المشهورة عند كثير من الناس إن كان في جار يهودي وبيرمي المخلفات والقمامة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قصة مكذوبة وموضوع. وطبعا مين يقدر أيام المدينة ممكن يكون الكلام ده لو كان في مكة يصدق زي ما قال بعض الناس يعني، إنما في المدينة لما أعز الله الإسلام وقوي جيش المسلمين فلا يستطيع أحد من اليهود أن يفعل كده يعني، كانوا أجبن من هم يفعلوا كده. فده الصحيح الوارد اللي هي قصة الغلام الذي أسلم. هل يدخل غير المسلم في الحديث؟ ويستوي في هذا كل مريض المسلم وغير المسلم والصديق والعدو ومن يعرف ومن لا يعرف لعموم الأخبار. وذكر الإمام النووي في المجموع استحباب عيادة المريض من أهل البدع والمعاصي إذا كان قريبا له أو يزوره رجاء توبته وطلب هدايته. آداب زيارة المريض: قال أن تكون خفيفة ما تطولش يعني، يوما بعد يوم، ومحل ذلك في غير القريب والصديق ونحوهم مما يستأنس به المريض أو يتبرك به، أو يشك على المريض عدم رؤيته كل يوم ودعاه المريض للتردد عليه، فهؤلاء يواصلونها ما لم ينهوا أو يعلموا كراهته لذلك. ومن أدابها أن يدعو الله له بالشفاء، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، لحديث ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله، يعني لسه أجله ما انتهاش، فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك إلا عوفيا. وفيه نصر المظلوم مسلما كان أو غير مسلم بالقول أو الفعل، وهو فرض على من يقدر عليه ويطاع أمره. وفي الحديث إجابة الداعي إلى وليمة النكاح وغيره إن لم يكن هناك ما يتضرر به في الدين من المفاسد مثل الملاهي وفرش الحرير ونحوها. وفيه تصديق المسلم لأخيه المسلم فيما أقسم، هو أن يفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه. وقيل المراد من إبرار القسم الحالف، ويكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر المستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم ألا يفارقك حتى تفعل كذا وكذا وأنت تستطيع فعله حتى كي لا يحنث في يمينه، فأنت مأمور بأن تبر قسمه. بالمناسبة إن شاء الله، بالمناسبة صحيح لما الواحد مثلا يعمل الأمور برضو لما يكون تلعب كرة ولا كده، فواحد يقول لك والله ضربة جزاء، وانت تقول والله ما ضربة جزاء، فتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل ولا ده يبر قسم ده ولا ده يبر قسم ده. وهو خاص بما يحل من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا: لا تقسم، حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت. وفيه الأمر برد السلام، وهو فرض كفاية عند مالك والشافعي، فإذا كان المسلم بمفرده تعين عليه الرد. يعني لو فيه واحد عدى على مجموعة من الناس جالسين، فلو واحد بس رد عليه السلام خلاص ده يكفي. طب لو واحد عدى على واحد بس قال لي ده تعين في حقه لأنه ما فيش حد غيره هيرد. وفي الأمر بتشميت العاصي، وهو سنة على الكفاية، ويقال في تشميته يرحمك الله. ما المنهيات في الحديث؟ قال: المنهيات في الحديث المعدود 6 وليس 7. سقط من هذه الرواية واحدة، وهي ركوب المياثر، وهي الغطاء يكون على السرج من حرير. السرج رحل الدابة أو ما يوضع على ظهرها لحمايتها، ممكن كنت شبه البردعة مثلا. قال: وهي الغطاء يكون على السرج والسرج، يكون على السرج من حرير أو صوف أو غيره، لكن الحرمة متعلقة بالحرير، وتتعلق الحرمة بالكبر لراكب المياثر. واستعمال أنية الفضة حرام للإسراف والخيلاء، وخاتم الذهب ولبس الحرير حرام على الرجال دون النساء. وطبعا دي منتشرة جدا عند الجماعة اللي هم المغنيين، بيلبسوا كثير جدا أكثر من الحريم بيلبسوا الذهب. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا، عن حديث علي بن أبي طالب: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا
وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ذكر صلى الله عليه وسلم الديباج والقسي والاستبرق والمياثر من باب ذكر الخاص بعد العام، اهتماما بحكمهما أو دفعا لتوهم أن اختصاصها باسم يخرجها عن حكم العام، أو أن العرف فرق اسمها لاختلاف مسمياتها. وربما توهم أنها غير الحرير، ولكن قد يقال قد تعمل هذه الأشياء من غير الحرير، فما وجه النهي؟ أجيب بأن النهي قد يكون للكراهة، كما أن المأمورات بعضها للوجوب وبعضها للاستحباب مع استعمال صيغة الأمر فيها، ويكون استعمال صيغة الأمر أو النهي في ذلك حينئذ من استعمال اللفظ في حقته ومجازه عند من يجيز، ومجازه عند من يجيزه. وقد يكون النهي، يعني اللي قال ان الكلام على حقيقته فده دول الذين قالوا بالحرمة، والذين قالوا بالكراهة قالوا ان هذا مجاز. وقد يكون انه خاص بهذه الاشياء اذا صنعت منها الحرير، فان صنعت من غيره جاز ذلك. حرص النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على تعليم أمته مشروعية الأوامر السبعة الواردة وجوبا أو ندبا، النهي عن الأمور السبعة الواردة حرمة أو كراهة، حرص الشريعة الإسلامية على ما يوجب الألفة والمودة وما يدفع البغضاء والشحناء، محاربة الصرف والخيلاء.